قلادة سبحة الموديل الجديد تختلف عن الموديل القديم، عليه عرض خاص. القديمة تكون بها شذر، الجديدة بها آية الكرسي، وبها 3 أشكال. المقطع مالته البيضاوي والمكعب والدمعة. الزنجير مالته ناعم، تكون عنق على الرقبة. الزنجير مالته ما ينقطع، لا تخافن عليه أبد ما ينقطع. وبيها هماتين يتكبر الزغر حاط لكم بيه. كلش حلو تلبسيه ويا الفستان، كلش حلو تلبسيه ويا البدلة، كلش حلو تروحين العرس وانتي لابسه هيك قلادة، تروحين يم حبايبك يم قرايبك هذول اللي يحسدوك. وبيها آية الكرسي، من يشوفون آية الكرسي بعد ما يحسدوك. زنجير ناعم ولازم يمه سبحة ولازم يمه مقطع آية الكرسي. الطبع مال آية الكرسي تكون ليزري بحيث بالغسل ما تروح الكتابة مالتها. لازم يمه 3 زناجير، وحدة أكبر من الثانية وبيها سبحة هماتين. هذا الموديل البيضة والداري. الموديل المكعب الصياغة مالته كلش حلو نفسه، بس المقطع يختلف. هماتين سبحة، زنجير ناعم كلش قوي ما ينقطع، شغله كلش راقي. والقلادة تكون خفيفة على الرقبة من تلبسيها، وانا متأكد راح ترغبون هاي القلادة. ملينا من القديم، هذا الموديل الجديد شغله كلش حلو. وهذا الموديل الدمعة، يا موديل يعجبك تقدرين تسوي له سكرين وتدزي لي اياه على الواتساب، تدزي لي على الانستغرام، على التيك توك، على الفيسبوك، توصيل بباب بيتك. تشوفين القطعة حلوة عجبتك تاخذيها، ما عجبتك ترجعيها، ماكو اي اشكال. زنجير مالته هماتين ناعم، راح اشوفكم الطول مال زنجير مالته. القلادة كلش حلو تقعد ويا الفستان هذه، خاصة إذا كانت الفستان دلع. سعر كلش مناسب، متوفر عندي بالزعفرانية بسوق الهوا عند هشام.